دلوقتي في شويه حاجات مهمه لازم نعرفها. طالما الناس تجمعت بهذا الحجم وموجودين في محيط الاتحاديه الان، ودخلوا الى الاتحاديه وانسحاب الحرس الجمهوري من امامهم، زي ما حضرتك تفتكر امبارح لما كنت بقول لحضرتك طالما المدافع المواسير محطوطه لورا يبقى ما فيش هيكون اعتداء على المتظاهرين. فاللي انا بقوله دلوقتي يجب ان تتحول مجموعه غير قليله وتتجه الى مبنى الاذاعه والتلفزيون، تحتل المبنى وتعلن عن فقدان مرسي لشرعيته واصدار القانون الثوري او التشريعات الثوريه لحين اختار اخر. يجب الان احتلال مبنى الاذاعه والتلفزيون. تمام يعني اذا ما في مجموعه دلوقتي قدام مسبيرو، بس هل الحرس الجمهوري اللي قدام مسبيرو دلوقتي ايه الاخبار؟ ما هو حاطط 3 عمداء. ما فيش حاجه اسمها 3 عمداء. يعني ايه 3 عمداء؟ 3 عمداء يعني 3 اشخاص كل رتبه واحد منهم عميد. انما في مجموعات تامين بتتكون من الكتيبه، من اجزاء من الكتيبه 290 مرش ميكا من المعسكر الغربي، في مجموعات تامين من 635 ده الجو حرس، وفي مجموعه كاف 4 مدفعيه بيبقوا موجودين. انما غير كده الشعب لما هيخش الحرس الجمهوري مش هيضرب نار. ويجب احتلال مبنى الاذاعه والتلفزيون، والناس المتعاطفين مع الثوره من داخل الاذاعه والتلفزيون يقدروا يشغلوا لهم البث، ويعلن في بيان رسمي اقاله مرسي من منصبه. طيب انا شايف حاجه تانية يا استاذ احمد، معلش. اتفضل. انا هعتبر انه في قناه من القنوات الفضائيه بتاعت مدينه الانتاج الاعلامي وهم مشاهدتهم اكتر من خلاص القنوات المصريه ما حدش بيشوفها. ايه رايك تكون فضائيه من الفضائيات؟ عشان كده هم النهارده كانوا خايفين من مدينه الانتاج الاعلامي مش من مسبيرو، عشان تفتكر راحوا وقفوا قدام مدينه الانتاج الاعلامي مش قدام مسبيرو. لو النهارده لانه مدينه الانتاج الاعلامي اقوى بكتير من مسبيرو دلوقتي، فيمكن الاعلان عن هذه الجهه بشكل قوي جدا في اي فضائيه يطلع يقول انا من جبهه الانقاذ وبعلن كذا 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 وان مرسي غير شرعي وان هناك تشريع. ما زالت هذه القنوات لها صفه شخصيه ومملوكه قطاع خاص. اما التلفزيون الرسمي المصري، ما احنا دايما عارفين ان هو تلفزيون الدوله، يجب ان يتم التعامل من خلاله زي ما الثوره قامت. كان في 52 الانقلاب العسكري اللي اتعمل على الملك، كان في اذاعات خاصه، لكن كانت لازم تطلع على الاذاعه المصريه الرسميه. فبالتالي يجب ان يكون من التلفزيون المصري ويعلن اقاله مرسي من منصبه ويتم التحفظ عليه. وحكومه بقى حكومه موازيه، يا ريت حكومه موازيه بسرعه تتشكل بسرعه، يعني حكومه موازيه بسرعه تتشكل تاني مره. اهو المفروض الجون يتجاب دلوقتي، مش هينفع الجون ده يفلت المره دي ويروح اوت بصراحه. شوف يا استاذ جوزيه، اللي انت بتقوله ده عين العقل هو الكلام الصح، ولازم يعرفوا كمان ان دلوقتي لو ما عملوش كده وسابوها يبقى الاخوان هيعملوا تقتيل وذبح لكل النشطاء. يعني عشان يفدوا الدم لازم يقوموا دلوقتي ويقولوا يعني اللي هو الثوريه الشرعيه الثوريه واقاله محمد مرسي واقامه حكومه موازيه دلوقتي تمسك هي البلد مكان الحكومه الحاليه. بالظبط كده يا فندم. ويتم تشكيل لجنه من الاكاديميين لاداره البلاد، وايضا يتم تشكيل لجنه ثوريه لصياغه الدستور، بحيث انه يتم عرض الدستور بعد ذلك على الشعب، ويتم عمل انتخابات رئاسيه في خلال 2 إلى 90 يوم بالكثير. وفي الحاله دي بتكون الشرعيه تمت. والشرعيه واخدينها من الملايين اللي قدام الاتحاديه الان، وهم الشعب اللي قال كده، الشعب اللي قال كلمته دلوقتي قدام الاتحاديه. يا فندم، اللي طلعوا ايام يناير كانوا يمثلوا انفسهم فقط. دلوقتي احنا قدامنا شعب مصر كله في الشوارع، شعب مصر كله في كل مكان. مفيش حته في مصر ما فيهاش ثوره عارمه ضد مرسي والاخوان.
ولا بره هي مصر، الشرعية الحقيقية، وهذا هو العقد الاجتماعي المتفق عليه. ولا بره مصر يا استاذ احمد. دلوقتي من لندن ومن هولندا ومن السويد وكله بيكلمنا النهارده. كل مصري اصيل لازم دلوقتي يكون واقف وبيقول تحيا مصر ويسقط الاخوان. دلوقتي لازم كلنا نقف امام شرعية الرسمية التي يعطيها الشعب لنفسه، لان الرئيس الذي اخذ هذه السلطة عنوة منه بلوي الذراع والتهديد بحرق مصر اصبح ليس له وجود، لانه انسان خارج عن الشرعية. فبالتالي من حق الشعب ان يفسخ هذا العقد الذي بينه وبين محمد مرسي نتيجة لخيانة. طب ماذا عن المحكمة الدستورية ان تخرج الان ايضا بعزل هذا الرئيس لانه حنس بالحلفان او بالحلف؟ تمام. وبعدين احنا عندنا من الاليات اللي بتساعدنا ان القانون بينص على انه في حالة فراغ منصب رئيس الجمهورية وعدم وجود مجلس الشعب، لان انت عارف ان في حالة عدم وجود رئيس جمهورية رئيس مجلس الشعب بيكون هو الرئيس لمدة 60 يوم. في الحالة دي بيكون رئيس المحكمة الدستورية هو رئيس الجمهورية، ويستعين بالخبراء المناسبين لمساعدته في إدارة شؤون البلاد حتى يتم تعيين رئيس بالانتخاب. رئيس المحكمة الدستورية هو الرئيس في حالة عدم وجود رئيس أو حالة عدم وجود مجلس الشعب فعلا. يعني إذا الرئيس الشرعي الآن لمصر ضمنيا هو رئيس المحكمة الدستورية، لأن هذا الرئيس فقد شرعيته بالكثير والكثير من الأحداث، وأيضا سيحاكم على قتله للمتظاهرين بهذا الشكل السيء يوم الأربعاء. بشكرك يا استاذ احمد. معلش لحظه واحده بس يا استاذ جوزيف. مش بس بيتحاكم زي ما اتحاكم مبارك في هذا الموضوع، هذه المره يجب ان يحاكم بتهمه التحريض على القتل والمساعده في القتل، لانه استخدم ميليشيات مدنيه ولم يستدعي القوات الداخليه او القوات المسلحه لفعل ذلك، الذين قد يكون لهم حق شرعي في الدفاع. وناس كتيرة يا استاذ احمد قالوا طالما استخدم امور مدنية او ناس مدنيين في هذا الهجوم مصرين جدا ان يتم الاعدام ايضا في ميدان عام امام الجميع، حتى يكون عبرة لكل شخص يتسول له نفسه ان يستطيع الاشياء علنا، يعني بيقولوا عشان الاعتبار. انا بتكلم بالقانون يا استاذ جوزيف. حكاية اين يتم اعدامه دي حاجة يقررها القضاء، انما انا بتكلم على القانون وبتكلم على اللوائح. تمام يا استاذ احمد. اللي انا بقوله دلوقتي ان مرسي فقد شرعيته منذ فترة وكان يحكم مصر بلوي الذراع، فالان الشعب قام ويجب اعلان اقصاء مرسي عن منصبه واعتقاله هو والمرشد وخارج